وأنا فاشلة. يعني أنتِ كمان بتقولي كلام ما بتعمليهوش، هي أنا عارفاها PMS دي بتبقى أوحش فترة في الشهر it gets better فتلاقي نفسِك مكتئبة اكتئاب وحاسة إن حياتِك فجأة سواد، إن كل الناس ما بتحبكيش، ها بقى هنعمل إيه؟ أركّز في الhook وأبدأ أي فيديو باقول 3 حاجات هتغيّر حياتك، دي بتكون حاجة اسمها clickbait اللي هو تحطّوا ما يقعدش يشوف مين بيعمل إيه، ده اللي ماشي اليومين دول الطريقة دي. أنا أهم حد في حياتي وجاي أعيش من دنيا تجربتي أنا، ما أقدرش أغير حاجة في الحياة غيري أنا، بس في نفس الوقت أنا ولا حاجة، أنا جزء من كل أنا فينا هي مجرد جسم بيعيش وعي مختلف بس كله من نفس المصدر. أنا ناوية أستمتع بحياتي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست وأنا يارا بالمناسبة، وأنا فاشلة، وأنا تايهة، وأنا كلامي ملوش لازمة، وأنا بعمل محتوى محدش فارق معاه، وأنا باقارن نفسي بالناس اللي باشوفها على السوشيال ميديا كتير، وأنا واقفة محلك سر بقى لي شوية، وأنا محتوايا مش حقيقي، وأنا عمّالة أحاول أمشي ورا trends بالتالي الcontent بتاعي مش بيوصل لحاجة، وأنا الengagement عندي على كل السوشيال ميديا واقفة بقى لها كتير، وأنا النهارده شعري مش عاجبني خالص، وأنا كنت فاكرة إن اللبس ده هيبقى شكله أحلى في الفيديو بس برضه مش عاجبني، وأنا مش باشتغل كفاية، وأنا مش باصوّر content زي ما المفروض أصوّر. وأنا مقصّرة في حق البلوج، ودي كانت شوية بسيطة من الأفكار اللي كانت عندي الصبح. ومش بس كده، أنا اتعصبت من نفسي أكتر لمّا لقيتني بافكّر بالطريقة السلبية دي وقُلت إيه ده، يعني أنتِ كمان كدابة وعمّالة تقولي طاقة إيجابية وكلام إيجابي وما أعرفش إيه وmindset وأنتِ أصلًا مش عارفة تعملي ده، يعني أنتِ كمان بتقولي كلام ما بتعمليهوش، يالّا زوّد بقى على ده بتقولي أي كلام. وبعدين وقفت ثانية كده وقُلت آخ! هي. أنا عارفاها، هي PMS أو فترة ما قبل الحيض أو اللي هي premenstrual syndrome اللي هي الأيام اللي هو مثلًا من أسبوع ل10 أيام قبل ما ييجي لِك الدورة الشهرية. من وأنا صغيرة دي بتبقى أوحش فترة في الشهر. في ناس بتقول أنا الperiod نفسها هي أوحش فترة في الأسبوع، لأ أنا كان بالنسبة لي الفترة اللي قبلها. وما كنتش فاهمة ليه غير بعد لمّا سنين وكبرت وخدت course مع This Mother Being shout out لنور application مهم أوي في الوطن العربي لكل صحة المرأة كل الكلام عن الهرمونات اللي بتتغير في جسم المرأة وحاجات مهمة لو بنت بتتجوز وهكذا. دلوقتي بقى اسمها دليلة بس وقتها كانت اسمها This is Mother Being. فكانت أول مرة أفهم يعني إيه حاجة اسمها الluteal phase والphases اللي بنمر بيها في الشهر. انتوا عارفين ان الشهر عند جسم الست 28 يوم on average مش 30 يوم، يعني احنا جسمنا مش هيبقى نفس الحاجة كل شهر، عندنا سايكل مختلفة غير سايكل القمر وسايكل الشمس وسايكل الاكسترنال، احنا كجسم ست غير جسم الراجل، وكل حاجة حوالينا مش بتكيتر لده، فاحنا بنتعذب شوية. بس انا عايزة اكلمكم النهاردة عن شوية حاجات لما فهمتها فرقت معايا، ومع ذلك لسه كل PMS باقع في نفس الفخ، وباحاول بقى أشوف حلول إني ما أقعش في الفخ ده أو أتعامل معاه بأقل الخساير علشان it gets better. هي cycle فهي بتلف. المشكلة كمان إن قبل الcycle دي، قبل الفترة دي على طول، قبل الphase دي بتبقى الovulation. الovulation دي بنبقى كستات في الprime بتاعنا، بنبقى active نشطة ولُذاذ وsociable جدًا وحاسين إن إحنا super women، وأقدر أعمل المرأة الحديدية، أقدر أعمل اللي ما حدش عمله، وبتبقي active فتلاقي نفسِك عملتِ في اليوم 5000 مشوار وطبختِ واشتغلتِ ولعبتِ مع العيال وعملتِ حاجة لنفسِك، رُحتِ الgym في يوم واحد، فتقولي إيه ده! ده أنا جامدة بقى، ده أنا أقدر أعمل كل حاجة، رجالة إيه وبتاع إيه، ده أنا الست دي أقوى حاجة في العالم. تقومي واخدة قلم على وشِّك من الphase اللي بعدها. إيه اللي بيحصل بقى؟ في هرمونين بيقعوا كده. هي حاجة ربنا خلقنا بيها عشان جسمنا يعمل اللي بيعمله، وهي طبعًا حاجة أكيد في مصلحتنا في الصورة الأوسع، وإن جسمِك يخلّي في baby بيكبر جواكِ، أكيد أنتِ محتاجة هرمونات تbalance الدنيا غير الراجل، بس للأسف بييجي على حساب حاجات تانية. فإيه هُم الهرمونين؟ الأستروجين والبروجستيرون.
بُصّوا، أنا مش عايزة أتكلّم أوي في تفاصيل طبية وكلام كده مجعلص، لو حابين ده عندكم الإنترنت، بس اللي عايزة أقوله لكم إن الهرمونين دول مهمين جدًا في تقليل التوتر والهدوء والراحة النفسية وتقليل الstress برّه عن دورهم في فكرة cycle الولادة وكده. أنا قصدي إن هُم وجودهم مهم على صحتِك النفسية في الحاجات دي. فلمّا بيقعوا خالص في الأسبوع 10 أيام دول، أنتِ فعلًا زي ما يكون في أي مشاعر وحشة جواكِ وأي أفكار سلبية لسه ما تعافيتيش منها وما اشتغلتيش عليها وما واجهتيهاش، موجودة في اللاواعي بتاعِك، حاجة ضايقتِك، حاجة بتاع، وأنتِ عمّالة ترجّعيها وأنتِ الهرمون ده عندِك عالي، أنتِ عارفة تبقي أقوى من الأفكار دي ومش بتفكّري فيها ومكمّلة في يومِك وعادي طاقة إيجابية أول ما الهرمونين دول بيقعوا زي ما يكون بيتعرّوا، الأفكار دي كلّها بتتعرّى. فتلاقي نفسِك مكتئبة اكتئاب وحاسة إن حياتِك فجأة سواد، سواد والله أنا باقول لكم أيام ما كنت طفلة، وبتعملي إيه بقى، حاجة اسمها الsnowballing effect زي الكورة بتاعة التلج لمّا بتتزحلق من على فوق وتقعد تكبر، 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 تكبر عشان بتجمّع تلج من المحيط بتاعها، نفس الكلام بيبقى عندِك مشكلة واحدة ممكن تكون حقيقية أو فعلًا دي الcore بتاع زعلِك، حاجة اللي هي شاغلة بالِك أوي بتبدأ بيها، تقوم داخلة لِك كده مساء الخير أنتِ نسيتِ إن أنا موجودة والّا إيه؟ تقومي بقى عاملة snowballing لشكلِك في المراية وأنتِ معديّة في الطرقة، لإنِّك الdelivery اتأخّر وأنتِ جعانة، إن ما فيش حاجة ماشية عِدِل، إن كل الناس ما بتحبكيش، وإن الناس كلّها متآمرة عليكِ، تخبطي في رجل الكنبة تحسّي إن برضه الكنبة متآمرة عليكِ وما بتحبكيش، تفتحي التلفزيون تلاقي ما فيش أفلام حلوة فتتعصبي من السينما والدراما كلّهم. وأي حاجة بقى بتحصل في اليوم بسيطة جدًا في الوقت العادي وأنتِ balanced وأنتِ جسمِك متوازن وفارز كل الهرمونات اللي محتاجها عشان يبقى إنسان طبيعي سوي سليم، بتبقى مضاعفة في 10 وفي أكتر بقى. ولو واحدة أصلًا بطبعها سلبية يبقى أكيد الحاجات دي أزيد وأزيد، فحتى الinner work اللي بنشتغل عليه طول السنة برضه بيفرق شوية في الحتة دي. غير الinner work بقى هو الوعي، إنِّك لمّا تبقي عارفة إن هو ده سبب كبير من الحالة اللي أنتِ فيها دي، تعملي وقفة كده. ده اللي أنا عملته الصبح، اللي هو قبل ما تعرفي إن ده السبب بتبقي حاسة إن المشكلة فيكِ، هو أنا ليه، أنا ليه، أنا ليه؟ بعدين لمّا بتحسي عشان كده الصراحة وأنا باحب أوي إن إحنا نحسب هي بتيجي إمتى بأي application أو حتى أي calendar يعني، إحنا فعلًا نحسب عشان أول ما باعرف باقول أوكي أنا فهمت، ها بقى هنعمل إيه؟ أهم خطوة إن أنتِ والله من غير كلام رومانسيات وcringe احضني نفسِك مش حرفيًا، بس قولي لنفسِك أنتِ مستحملة كتير وأنا مقدّرة إن جسمِك بيمُر بتغييرات ودي مش حاجة بإيدِك. معلش، معلش يا حبيبتي يا جميلة أنتِ عارفة إن هي دي فترة طبيعية لا بُد منها. طيب إيه اللي مزعّلنا بجد؟ إيه الحاجات التافهة اللي أنا باعرف أنا إن هي الphase دي لمّا باركّز إن أنا متعصبة من حاجات تافهة كتير، لكن بيكون في حاجة بجد، حاجة شاغلاني، والنهارده الحاجة دي كانت إن أنا كان بقى لي كتير بانزّل محتوى ومركّزة على إن أنا أنتج محتوى والناس بتدّيني feedback حلو أوي على الstories وباتكلّم مع كمية ناس وعارفة إنّي بأثّر في حياة كمية ناس، ومع ذلك الengagement بتاعي على الcontent نَفْسه، على المحتوى الreels والposts بجد وِحِش، أو وِحِش مقارنةً بحاجتي القديمة. فكان عندي بقى كَم تساؤلات، وهو المحتوى التافه هو اللي بينفع و وأنا لازم بقى أركّز في الhook وأبدأ أي فيديو باقول 3 حاجات هتغيّر حياتك، طَب ما هي مش هتغيّر حياتك للدرجة دي، ممكن تكون 3 حاجات مفيدة، فأنا باقول لمّا بافكّر في محتوى بابقى عايزة أقول الكلام اللي بجد، مش عايزة أعمل دي بتكون حاجة اسمها clickbait اللي هو تحطّوا title أو عنوان للفيديو يشد الناس أوي، حاجة لو عملتيها هتخسّي 20 كيلو في 3 أيام مثلًا. وتخشي بقى تشوفي محتوى تلاقيه إيه اشربي مَيّة مثلًا، فاهمين قصدي؟ بتلاقوا إن الcontent جوّه مش زي ما أنتم اتوعدتوا، وأنا مثلًا شخصيتي ما باحبش أعمل كده. طب هل المحتوى بتاع مش عارفة إيه، أقعد بقى أفكّر وأقارن وأبُص، فدخلت في loop وِحشة، فنرجع لإن في سبب حقيقي، أنا فعلًا دي حاجة مضايقاني، بس من أسبوع لمّا كنت باتكلّم عنها، كنت باتكلّم عنها بطريقة مختلفة تمامًا عن لمّا باتكلّم عنها النهارده وأنا عندي الهرمونز مش متضبّطة. أكتب كده في أي حاجة عندي على جنب، الحاجات اللي فعلًا
فكرت فيها الحاجات اللي فعلا شغلاني، لان ده معناه ان انا هي فعلا شغلاني وهي موجوده جوه، بس انا ما اشتغلتش عليها. فمحتاجه اشتغل عليها، بس مش دلوقتي، لان دلوقتي انا شايفه السلبي كله. فدلوقتي انا لو هدي حلول لنفسي هديها غلط. فانا محتاجه اعرف بس هي ايه الحاجه، ايدنتيفاي المشكله ايه، واهدى شويه، واهدى بقى. لو انا عندي شغل كتير وكنت حاطه لنفسي 50 حاجه اعملها، احاول اشيل حاجات شويه، احاول اعمل حاجه فيها يوجا، فيها تمشيه، فيها جو حلو، فيها طبيعه. احاول احسن اكلي شويه، احاول اشتغل على ان اشوف نفسي كده حد مريض نفسي مثلا، وانا عايزه احاول اهديه، وما افكرش في حلول، وما افكرش في العالم، وما افكرش في المستقبل. ممكن حاجة تساعدني إن أنا مثلًا أشغِل نَفْسي بحاجات يدوية، حاجات فيها تفكيري، حاجات تشغّل مُخّي، مش بقى تلفزيون. أو لو تلفزيون برضه يبقى حاجة أنا بجد مركّزة معاها ومخلّياني أفكّر فيها، مش مخلّياني أفكّر في الحاجات اللي مضايقاني. ولو هاعمل حاجة زي meditation، أحاول إن أول ما تيجي لي فكرة عن الحاجات اللي مضايقاني دي، تخيّلوها visually إن في فكرة شُفتوها وقمتوا راميينها. فكرة تحاولوا تفضّوا جوّه ده خالص. أنا حبّيت أورّيكم أكتر نُقط ضعفي في الفيديو النهارده علشان أفهّمكم إن حتى مهما اشتغلنا على نَفْسنا ومهما زوّدنا في الوعي، إحنا بشر، فهتيجي لنا أيام فيها بنحبط وبننزل. الفكرة إحنا بنتعامل مع ده إزاي وبنقوم تاني إزاي بأقل الخسائر. وبرضه الresistance، أو إني عايزة أول ما أحس إن أنا عندي الشعور ده أفضل أقول لأ، إزاي أنتِ مع كل الشغل اللي بتعمليه على نفسِك ده بتحسيش بكده، أنتِ المفروض تبقي شخص إيجابي. ده بيزوّد المشكلة مش بيحلّها. ممكن عادي أتقبّل إن أنا باحس بكده، وإن أنا باتضايق، وإن أنا آآ باضعف، وتفكيري usually let's say على الexample بتاع السوشيال ميديا مثلًا، أنا في العادي باقول لنفسي أنتِ بتعملي اللي أنتِ قلبِك حاسّه، اللي أنتِ حاسة إن أنتِ عايزة توصّليه للناس في أي وقت في اليوم، على أي topic، بيت، جواز، خِلفة، mental awareness، mental health، أي حاجة، فبيطلع من قلبِك. يوصل لمين بقى، دي بتاعة ربنا. وعندي أفكار وآراء كتير أوي تخُص الموضوع ده بالذات، أنا هاحكي لكم عشان ده طبيعة شغلي، بس أنتم فكّروا فيها على طبيعة شغلكم لو بتشتغلوا أي حاجة في الدنيا. لمّا سألت الصبح الfollowers هو إيه المشكلة، يعني ليه في مشكلة في الengagement، هل أنتم مش عاجبكم المحتوى بتاعي؟ أنا باتكلم على Instagram كل ده، فلو أنتم مش عاملين لي follow هناك please do، ده أكتر platform أنا بابقى على طبيعتي فيه وبashare أكتر حاجة فيه، اعملوا لي follow هناك. جالي آراء mixed جدًا. ناس تقول لي لأ، إحنا بنحب جدًا المحتوى، بس هو مثلًا ما بيطلعلناش. وناس تانية تقول لي أصل مثلًا النوع ده من الفيديوهات أنا مش باريليت ليه. وحد تاني يقول لي أصل إحنا أمهات بقى ومش قادرين نفتح الريل، بس بنحب نتفرج على الstories. والريل اللي أنا كنت باتساءل عليه عشان ده كان آخر ريل نزّلته، كان في ناس كاتبة لي على الريل إن دي الseries دي is brilliant، يعني عبقرية وفكرة حلوة جدًا. وناس تانية في الDMs قالت لي صراحة ما كناش مهتمين أوي يعني بالهند، هو كان حاجة على الهند. مش مهتمين أوي بالtopic ده الصراحة، بس إحنا في العادي بنحب محتواكِ. طبعًا الfeedback حاجة مهمة، عشان إحنا في الآخر أنا باقدّم محتوى للناس، ولكن لو هو ده بس اللي هيخلّيني أختار أنا هاعمل إيه وهانزّل إيه، مش هافلح. لإنه الناس مختلفة، وده أكبر دليل. بتشوفوا ناس ناجحة جدًا، جدًا، وأنتم مش قادرين تفهموا ليه. المحتوى ده مش عاجبكم، ولا شخص طريقة كلامه عاجباكم، ولا هو charismatic وتلاقوا مثلًا engagement رهيبة. أنا مثلًا ساعات بييجي لي الfeedback بتاع محتاجة تقطعي قطعات أكتر في الفيديو، تتكلمي بسرعة، يا دايمًا الكلام فيه يعني حماس، ما تبقيش slow paced كده زي ما أنا دلوقتي باتكلم، وعشان هي تفضل دايمًا منجذبة وما تزهقش و. طيب حد زي دكتور مصطفى محمود الله يرحمه يعني، لو كنتوا شفتوا مثلًا برنامج العلم والإيمان، لا، 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 ومع الattention span بتاعنا كمان اليومين دول، يمكن هُم زمان كانوا أفضى لمّا البرنامج نزل، بس هو بيتكلم ببطء ولا كأن في تصوير أصلًا وفي وقت المفروض ينزّل فيه حلقة، لا، لا، لأ، هو بيتكلم وشوفوا ماشي، هو كان عليه جدل وكان بيتكلم في topics
عليها جدل، ولكن نفس الكلام. طب ما هو لو هو كان سمع الكلام بتاع لأ لازم تتكلم بطريقة معينة، لازم مش عارفة إيه، ما كانش هيعمل الحاجة اللي هو حاسسها. فدايمًا لمّا الواحد يعمل حاجة في أي field شغل، ما يقعدش يشوف مين بيعمل إيه، ده اللي ماشي اليومين دول الطريقة دي، ده بقى بيقول لك لو هنتكلم مثلًا على corporate وشركات، ده عارف إيه مين اللي بيفلح؟ اللي بيقعد يسلِّك نفسه ويراضي الكل مثلًا، وأنتِ مثلًا شخصية بتحبي تبقي honest، بتحبي تبقي صريحة، وتحبي ما تجامليش حد على الفاضي. فاللي أنا عايزة أوصّله إن اللي هيكسب في الآخر إن الواحد يعمل اللي هو بجد حاسّه، برّه عن الtrends وبرّه عن إنستجرام بينصح بإيه، وبرّه عن يوتيوب بينصح بإيه. في حاجات بتنفع، بس ما تبقاش هي دي الدافع الأول، أو مش دي أو ده في نظري أنا. يعني ممكن حد ينجح بالطريقة التانية، لازم يبقى عندك أنا عارفة إن هنا من disrupt، برضه shout out لهنا في disrupt، بتتكلم عن الmarketing والhooks، وهي عندها hooks حلوة. وعلى فكرة الhooks اللي هي بتبدأ بيها الفيديوهات أو بتنصح الناس تبدأ بيها الفيديوهات فعلًا مفيدة. ولكن لو الواحد هَمّه كُلّه إن هو يعمل content بالطريقة دي عشان يبقى viral، ومش مهتم بنوع المحتوى نفسه، الناس ممكن تعرفه بس ما تحترموش. فكل حد وليه برضه حرية الاختيار. في ناس عادي بالنسبة لها حاجة حلوة، مش فارق معاها احترام الناس، بس هي عايزة الشهرة والشغل والفلوس وهكذا. فدايمًا الواحد بس يبقى align مع نفسه، أيًا كان السكة دي أو السكة دي أو السكة دي، كلّهم موجودين وكلّهم متاحين. بس أنا كيارا كانت حاجة موتّراني إن هو أنا مش باعمل الحاجات الin وهكذا. فوأنا بقى في حالتي الطبيعية بابقى شايفة إن دي إيجابياتي ودي my strength points، وأنا في الحتة في القاع بابقى شايفة ما هو عشان أنتِ بقى ما بتعرفيش تعملي الكلام ده، وعشان أنتِ، وطبعًا باجيب اللوم كلّه عليَّ. فننهي الحلقة النهارده بإن الPMS حاجة طبيعية جدًا، الدورة كلّها حاجة طبيعية جدًا، جسم المرأة عبقري، عبقري بكل الكلمات، بيستحمل كتير وربنا خلقه بالطريقة دي لأسباب كتير أوي. فإحنا نحبه ونحترمه ونقدّره وما نكرهوش ونشتمه ونقول له أنتِ ليه كده وأنتِ مش عارفة إيه، شكرًا على كل حاجة أنتِ بتعمليها لي، شكرًا على الجسم اللي احتواني، أنا كمان هاحافظ عليه، هادّي له مساحته، هنعدّي الفترة دي. وأنا كيارا في جسمي أول ما الperiod نفسها بقى بتيجي بارجع طبيعية، ما أعرفش إيه السر، أكيد في أسرار هرمونية فسيولوجية، بس يعني أول ما الperiod بتيجي باقول خلصنا وهي جات، وأبدأ أبدأ المرحلة من الأول، وييجي أيام بقى تحفة وهكذا. ما عنديش ليكم سؤال في الحلقة دي، ممكن بس نحب نفسنا أكتر كستات وندّيها credit أكتر، وأشوفكم الحلقة الجاية.